بالنسبة لك العمل ديالك كيخليك تكون مفتخر براسك في مدينة مكناس. إلا ما تعتادوش عليا أنا تعتادوا على الإخوان الآخرين. شنو تقدر تقول للناس باش يعاونوكم؟ Es la incapacidad de las líderes o gerentes para alcanzar فين كاين المشكل؟ واش التقسيمات ولا في من العقلية ولا من طبيعة الحال. جا واحد الشاب قال لك خويا راه عندنا 6 ديال السكان تعطيني 6 ديال الميكات. شنو الدور الحقيقي ديال رجل النظافة في مدينة مكناس؟ حاصل على دبلوم تقني متخصص في الإلكتروميكانيك، ودرست في مدرسة الفنون والمهن اللي هي لينصا لنيل شهادة الإجازة المهنية، وحاليا الحمد لله والشكر لله عندي إجازة جامعية. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست جول ماروك. اليوم نلتقي مع عامل النظافه السي الحسين. مرحبا بك في هذه الحلقه. الله يرحب بك الخير وشكرا جزيلا على الاستضافه ديالك. اولا سقنا الخبر بانك درتي 40 عام. نبداو بسنه سعيده سي الحسين، وكل عام وانت بطول العمر ان شاء الله. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين وشكرا جزيلا. الله يكبر بك. وكرنا شي واحد التعريف صغير عليك سي الحسين. مرحبا السي جواد. اولا تنشكروا السي جواد صحفي من منبر بريس على الاستضافه، وتنشكروا ما ننساوش يعني جميع الصحفيين النازهين كامثالك تبارك الله اللهم بارك. معك الحسين كوجان، عامل النظافه مستخدم بشركه الزيتونه، وحاليا شركه البيئه مكناس منذ 2018. سي الحسين، البدايه ديالك في هذا المجال كيفاش جات؟ حقيقه سأتكلم بكل يعني شفافيه ومصداقيه، ما غاديش نخبعوا كما قال هذاك حتى شي حاجه. هذا هو الهدف البرنامج ديالنا، هو الانسان يفتح لنا قلبه ويتعرفوا عليه الناس وما غاديش نهضروا بالطريقه اللي هي يعني نستخدموا المنطق ولا نستخدموا العقل، وانما غادي نتكلموا يعني فعلا نتكلموا من القلب. لان علاش هذه المهنه هذه اصلا خصك تكون كتبغيها، وخصك تكون يعني محب للمدينه ديالك. باش ما نكذبش عليك، كانت ظروف، هي الامور كانت تابعه لظروف كما نقولوا بالمكتاب. هذا هو اللي كاين الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. كانت هذا العمل كان يعني من المكتاب ديال الارزاق ديالنا والحمد لله عليه. سي الحسين، اول نهار ديال الخدمه ديالك كيفاش داز؟ حقيقه يعني ضروري ما غيكون واحد التخوف في اي مجال، ماشي خدمتي يعني في النظافه ولا خدمتي في اولا يعني كتخدم في واحد المحيط اللي هو يعني تعرف عليه، ما خصك تعرف جديد، تعرف على المسؤولين جداد، تعرف على الناس جداد. ضروري ما غيكون تخوف من بدايه المسار. بالنسبه للتشجيع، شكون اول واحد شجعك؟ كانت الزوجه، كان يعني كما كنت ذكرت يعني كان نسيب، كانوا بعض الاصدقاء اللي هما يعني مقربين ليا. وبالنسبه لكم النهار ديالكم كيفاش كيدوز؟ معاش كتبداو معاش كتساليو؟ حاليا شوف هذا رمضان هذا حاليا عندنا حنا يعني مختلف الاوقات. نورمالمون اللي كيكونوا الناس جمع النفايات تيبداو مع 4 ل 11 ونص، وبالنسبه لمصلحه الكنس تتبدا من 6 ل 1 ونص. وما تنقولوش 6، راه نورمالمون الا غتبدا مع 6 راه خصك تفيق مع 5. اذا راه انت اول كما تنقولوا المناضلين واول من يخرجوا الى الشارع ديال مدينه مكناس. بالنسبه لك شنو الدور الحقيقي ديال رجل النظافه في مدينه مكناس؟ الدور الحقيقي هو صانع الجمال، وبدون رجل النظافه راه ما غاديش تكون حتى شي حاجه. واش كتعتبر راسك جزء من صوره مدينه مكناس؟ من طبيعه الحال ماشي جزء، على ما اظن الا ما خفتش نكذب نكون انا هو، ممكن نكون انا كعامل يعني عامل نظافه ممكن نكون 50%، ما غاديش نكون واحد الجزء. واش الناس واعيين بالقيمه ديال هذا العمل في مدينه مكناس؟ ما نعمموش، ما انا بعدا شخصيا ما نعممش الكل، وانما كاين اللي واعي وكاين اللي ما واعيش. بالنسبه لكم الا ما كنتوش كيفاش كتشوف مكناس؟ مليئه بالنفايات ومليئه بالازبال. واش كاين شي فرق ما بين الاحياء كتلاحظوا نتوما؟ هي حقيقه كاين فرق بالنسبه للتقسيمات اللي كاين فرق. انا لن اجامل في هذا الموضوع. بالنسبه لك فين كاين المشكل؟ واش التقسيمات ولا في العقليه ولا من طبيعه الحال في التقسيمات، في ليفيكتيف ما كاينش، في كل واحد ياخذ حقه يعني
كما تنقولوا حنا، يعني تنهضر على السيرفيس بالاير، مصلحه الكنز، كل واحد ياخذ الحق ديالو القانوني. شنو المزايا اللي كتشوف في هذه المدينه من المنظور ديالكم؟ هي شوف مدينه، ما نكذبوش على الله، مكناس كانت تكون احسن. فمن في هاد الاونه اللي تنشوفوا الحمد لله راه كاين اشغال، كاين مشاريع، كاين مبادرات، كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن مازال خصها شويه، مازال. بالنسبه لك العمل ديالك كيخليك تكون مفتخر براسك في مدينه مكناس؟ من طبيعه الحال، انا بعدا كشخص احب عملي الى الجنون، ما نكذبوش على الله. بالنسبه لكم هذا العمل فيه استقرار؟ الحمد لله ما نكذبوش على الله، لان علاش حنا الحمد لله دابا حاليا رحنا مستقرين، والا جاب ربي شي حاجه ما احسن لما لا. بالنسبه لكم يعني كاين لاسينيسيس، كاين الاوراق، كاين من الترصيد، طبيعه الحال كاين كلشي الحمد لله، وي كاين يعني كلشي. حاجه احسن من الناس اللي كانوا قبل. من طبيعه الحال على داك الشيء علاش نقولوا بان يعني هذا المجال الحمد لله راه فيه تطور. بالنسبه لك شي موقف وقع لك مع مواطنين في البدايات ديالك ولا دابا ولا؟ هي ليست موقف، وانما ممكن نجعلوها يعني جمع مواقف. كنت مثلا في 2020 قبل ما غادي تبدا كورونا، كنا تنديروا لا ديستريبيسيون ديال لي ساك بلاستيك في العيد الكبير. يلاه رحنا غاديين انا واحد الصديق بواحد الكروسه دير عليها الميكات، وتيجي واحد الشاب نورمالمون حنا اللي كانوا عاطينا الاوامر المسؤولين اننا غادي نفرقوا ساك بلاستيك ولا دو ساك بلاستيك على كل دار نورمالمون كاع ماكسيموم تلقى فيها دو فامي ولا ثلاثه كاع، وديك لاصاك بلاستيك تيهز بليس دو 80 كيلو، يعني 80 كيلو، دونك جوج ديال سميتو ديال البطانات يهزهم داك لوساك بلاستيك. جا واحد الشاب قال لك خويا راه عندنا 6 ديال السكان تعطيني 6 ديال الميكات. نطقت انا قلت له لا خويا راه تنعطي والله يجازيك بخير، الا ديتي انت 6 راه واحد غيبقاو بلاش، ما غيبقاو بلاش، العائله غتبقى بلاش. قال لك لا والو، وحيد لنا دوك الميكات وهزهم وزاد بحالته، وبقينا تنشوفوا. قلت للصديق صافي، قلت له يلاه نمشيو بحالاتنا. هذه كما تنقول حاجه من بزاف ديال الحوايج تيوقعوا لك، بلا ما نهضروا على اللي انت تدوز مثلا انت تكناس عاد تيلوح عليك داكشي ديال التشطيبه ديالو، ولا تدوز تجمع بالكاميو عاد تيلوح الميكا ديالو. هادشي هذا ولينا معتادين عليه. شنو هي اصعب لحظه في العمل ديالكم؟ اصعب لحظه هي الفيقان في الصباح. اصعب لحظه هي الانسان ينوض في الصباح ويجي يتوكل على الله، هذاك هو اصعب وقت عندنا في العمل. بالنسبه لك في العمل واش عمرك تعرضتي لشي اعتداء لفظي ولا؟ من طبيعه الحال هذا الشيء هذا الا ما غاديش نقولوا حنا يعني يوميا كنلقاو هذا الشيء هذا في الا ما تعتادوش عليا انا تعتادوا على الاخوان الاخرى. كيفاش كتعاملوا مع هذا الموقف؟ شوف راه كما سبق لي ذكرت بان نهضروا بالقلب، كل واحد وكيفاش يتعامل. كاين اللي تيتصرف بلا باقه، كاين بعض العمال عاوتاني الله يهديهم اللي تيتصرفوا بواحد الطرق اخرى، كل واحد وكيفاش يتصرف. استجابه بالنسبه لكم واش كتعاني من شي معارض الروائح في هذا العمل هذا؟ هي من طبيعه الحال كانت البدايات، اما ان فوا نورمالمون تتامبوشا صافي راه تتولف تتولي بالعكس، يخصك تشم هذه الريحه باش تولي يعني تبقى غادي مع مساير المجال. واش ما عمرك فكرتي ولا خفتي بانك تمرض بسبب هذا العمل؟ كان دوزت مرضى بعيد عليك، يعني بسبب هذا الشيء ديال الروائح، وبسبب يعني هذا الشيء ديال معاناه الاوبئه وهذا الشيء هذا، راه من طبيعه الحال انه كل واحد راه دوز هذا الشيء هذا. بالنسبه لك شنو الرساله اللي تبغي توصل للساكنه ديال مدينه مكناس اليوم؟ انا حقيقه انني وجدت واحد الورقه ممكن انني نعتبرها كرساله، ومن بعد ممكن انني ندرج. اولا، عامل النظافه هو الشريان الحيوي الذي يضمن استمرار الحياه في مدننا بشكل صحي وجمالي، فهو الجندي الخفي الذي يواجه قسوه الظروف المناخيه والمخاطر الصحيه يوميا ليمنحنا بيئه امنه ونقيه. لا يقتصر دوره على جمع النفايات فحسب، بل هو حارس للصحه العامه، يمنع تفشي الأوبئة ويحافظ على المظهر الحضاري للمجتمع، مما يجعله ركيزة أساسية لا تستقيم حياة المدن بدونها. من بين أن المهام والتضحيات التي يقوم بها هذا الجندي الخفي هو التنظيف الميداني
كنس الشوارع وجمع النفايات وإفراغ الحاويات، والتعامل مع المخلفات الخطيرة، التعرض لمجموعة من المخاطر كما سبق ذكر ذلك، العمل تحت الضغط شتاء وحرارة وأجواء قاهرة. إن تقدير هذه الفئة يتجاوز مجرد الشكر اللفظي، بل يجب أن يتجسد في حقوق ملموسة تضمن لهم حياة كريمة. الأجر العادل أن يتماشى مع المجهودات المبذولة، الحماية والسلامة، توفير ملابس واقية متطورة، التقدير المعنوي، تغيير النظرة المجتمعية القاصرة تجاههم. خلاصة القول إن نظافة شوارعنا هي انعكاس لنظافة عقولنا وضمائرنا، وحق عامل النظافة علينا يبدأ من تقليل عبئه عبر رمي النفايات في أماكنها المخصصة، وينتهي بإنصافه قانونيا وماديا. أنا ما غاديش نقتصر على هذه الوثيقة اللي قريت، وإنما شنو تقدر تقول للناس باش يعاونوكم؟ آه، الناس الله يجازيكم بخير، أنا أوجه لكم رسالة من هذا المنبر الصحفي أنكم تقدروا هذا عامل النظافة، لأنه والله المهام والجهود التي يقوم بها تنظن ما غاديش نقتصروا بأن يعني راه ما كيقوم بها حتى شي واحد، وإنما هو يعني العمود الأساسي في حياة هذه المدينة هذه. عاونوهم وديروا ورميوا النفايات في الليل باش الصباح يجي الكاميو يديهم، وحاولوا من رمي الأزبال في الشوارع، لان راه هكاك راه كتعذبوا واحد اخر، وربيوا الابناء ديالكم على انهم يعني النظافه من الايمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي كاين. بالنسبه لي كلمه اخيره. كلمه اخيره، اولا يعني بغيت نقدم يعني نفسي وغادي نهضر بصفه جميع عمال النظافه، ليكن في علم المجتمع المدني ان عامل النظافه راه ماشي شي واحد اللي ما قاريش، راه ماشي شي واحد اللي هو مكلخ، ولا كما تنسميوها اعتذر عن هذا المصطلح كما كنسميوها راه جاي يخدم في النظافه، جاء اعزكم الله انه يجمع الزبل، وانما راه كاينين عمال النظافه تبارك الله مثقفين، وهذا عبد ربه امامكم حاصل على دبلوم تقني متخصص في الإلكتروميكانيك، ودرست في مدرسة الفنون والمهن اللي هي الإنصام لنيل شهادة الإجازة المهنية، وحاليا الحمد لله والشكر لله عندي إجازة جامعية في المادة في الدراسات الإسبانية. لذلك أقول لكم أنك من جيت تتعامل واحد العامل ديال النظافة، شوف فيه الله يجازيك بخير بأنه هو ذاك الإنسان ممكن يكون واحد الإنسان واعي ومثقف. وأوجه واحد الرسالة أخرى يعني اللي كنت سبحان الله بأنني لقيتها كذلك للمسؤولين داخل الشركة أو خارجها، لأن التدبير المفوض فيه جوج ديال الأطراف، فيه طرف ديال الشركة اللي هي يعني بريفي، وفيه طرف ديال الجماعة اللي هو بيبليك. دونك انا نوجه لهم واحد الرساله من بعد انني كنت كنتصفح واحد المجله اللي هي اسبانيه، ولقيت فيها واحد العنوان اللي اثار انتباهي، ويعني وفعلا لقيته ماشي ما كنهضرش على الشركه ديال النظافه، يعني جميع الشركات في هذا المشكل اللي هو الفالو ادمينستراتيفو ولا كوربسيون ادمينستراتيفا، اللي هو الفشل الاداري او الفساد الاداري. اللي لقيت واحد المقطع اللي غادي نقرا عليكم ولو اعتذر الى طولت. Es la incapacidad de las líderes o gerentes para alcanzar las metas planificadas o mal uso de los recursos disponibles, lo que conduce a una disminución de la productividad y ambiente laboral negativo. La falta de una visión clara, la mala comunicación, ignorar las competencias, el miedo del cambio. نشرح يعني هذا الشيء بالعربيه باش الانسان يدي واحد. الفشل الاداري هو عجز القياده او المديرين عن تحقيق الاهداف المخطط لها، او سوء استخدام الموارد البشريه والماليه المتاحه، مما يؤدي الى تراجع الانتاجيه وبيئه عمل سيئه، غياب الرؤيه الواضحه، ضعف التواصل، تجاهل الكفاءات، والخوف من التغيير. لذلك اوجه لكم رسالتي انكم عاملوا هذا عامل النظافه كانه انسان، راه كاينين الناس تبارك الله كذلك شاركت في بعض المؤتمرات اللي هي كتهضر على مدونه الشغل، وانا اعرف واقسم لك بالله السي جواد كما تنقول تنهضر من قلبي، الا كاينين عمال النظافه اللي تيعرفوا مواد مدونه الشغل وحده بوحده وتجلس معاهم السي جواد، عرفتي راه ما شاء الله.
لذلك هذا هو الهدف ديال الحلقه ديالنا، باش الناس يتعرفوا عليكم عن قرب. أوجه رسالتي للمسؤولين وبصفة خاصة أنهم يتعاملوا مع هاد الناس، لأن وما نحاسبوش واحد الشخص دار واحد الخطأ مرة واحدة ونحاسبوه كلشي. على بزاف ديال الحوايج. لذلك كما تنقولوا ما بغيناش يكون عندنا فشل إداري، ما بغيناش يكون عندنا فساد إداري، بغينا يكون عندنا واحد القانون اللي هو مقنن يتطبق على الجميع، والرسالة على ما أظن ستصل إلى أصداء مسامعهم، وأنا راني عارف شنو كاين. شكرا لك. لا شكر على واجب. متابعينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية الحلقة. اليوم اكتشفنا أن النظافة ماشي غير خدمة، ولكن رسالة. خلف كل شارع نقي كاين إنسان كيخدم بصمت وكيضحي وكيستحق الاحترام. يمكن الناس كتكون زوينة برجالها، ورجل النظافة واحد من هاد الرجال. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الحلقة وديروا لي لايك. السلام عليكم.